بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هابي نيو يير، هابي نيو يير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. سنة سعيدة، سنة كده تبقى بالخير عليكم جميعا. يا رب تجعلها سنة يا رب أحسن من السنة اللي فاتت. مفيش أحسن بقى من اللبن. نبدأ السنة كده صافية زي اللبن، يا رب اجعلها سنة صافية عليكم. هنبدأ بقى طبعا باللبن والحليب عشان تبقى سنة خير علينا وسنة رزق إن شاء الله، وتكون سنة أحسن من السنة اللي فاتت. هنعمل شفت طرق كتيرة للجبنة القريش. الصراحة أنا أول مرة في حياتي أعملها، عشان أكون صادقة معاكم. الحاجة اللي بعملها معاكم بقول لكم أنا أول مرة بعمل الحاجة اللي أنا بعملها أصلا. فأنا بقول لكم إن أنا يعني مش دي من عندي أنا بقى. فانا حبيت، يعني كان عندي فضول ان انا اعمل الجبنه القريش بنفسي، فقلت هجربها كده. لو نفعت معايا انزل لكم الفيديو، علشان احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الشفافيه. بصراحه الوصفه نجحت جدا معايا، فعشان كده انا نزلت لكم الفيديو عشان كلكم يعني تجربوا الطريقه دي وتستفادوا. الاول بنجيب دول حوالي معايا كده 4 كيلو. 4 كيلو دول 2 كيلو، وال والازازه فيها 2. تمام. انا جايبه اللبن ده من المعمل. الاول حطيت الحله على النار، سخنت الحله قوي ونزلت فيها بالحليب، وهقسمهم على الطبقين. طب ليه يا ام رحيم سخنت الحله؟ لان اللبن يا جماعه انا عايزه اللبن ده يربط او يبقى لبن رايب. فهعمله ازاي؟ لازم اسخن الحله واحط اللبن يبقى مش دافي، يبقى فاتر كده، يعني يبقى واخد السخونيه بتاعت الحله. هعمل ايه بقى؟ بقسمه كده على الطبقين، وهسيبه لحد ما يروب معانا. طبعا. انا زي ما قلت لكم اللبن ده دي جبنه قريش. الجبنه القريش يا حبايبي ما بيتحط لهاش اجزاء. لو انت هتعمليها بقى جبنه اللي هي الجبنه زي طريقه الجبنه المعمل، دي بتحط لكل كيلو لبن او كل كيلو حليب معلقه صغيره من معلقه الشاي. الاجزاء ديت هي اللي بتخلي اللبن يربط ويبقى للجبنه المعمل، لو انت هتعمليه جبنه معمل. خلاص. انا طبعا قسمت اللبن زي ما انا قلت لكم كده، انا هعملها جبنه قريش. جبنه قريش يعني هسيبها تتخمر. اللبن هنا مش دافي بس حلو، يعني انا يعني ايه، علشان اللبن ده يتخمر. زي ما انا قلت سخنت له الحله وقسمت اللبن كده، هغطي على اللبن بقى وهدخله بقى. تحطيه بقى، تقدري تحطيه في فرن البوتاجاز او تحطيه في مكان عندك ما يكونش مكان فيه تيار هوا ولا حاجه. عايزه تسيبيه كده على الرخام، عايزه تسيبيه في اي مكان، نغطيه زي ما انا غطيته كده. حطيت على كل حله طبق وغطيته. طبعا. انا كنت هنا زودت كمان 2 كيلو، فحطيتهم في يوم تاني. يعني دول كانوا اليوم اللي خدوا، هم حوالي خدوا معايا كده حوالي من 5 ايام ل6 ايام. ده كده دول 2 كيلو الاولانيين بدأوا يروبوا اهو. ده تاني يوم يا جماعة اللبن بدأ يروب ويعمل طبقة. طبعا هو ما ينفعش من تاني يوم لانه هو لسه مية. انا هنا بوريهولكوا علشان بقول لكم ده اول يوم. تاني يوم الصبح على طول انا كنت عملته من بالليل، فتاني يوم هو كده لسه مية خالص اهو. بس طبقة القشطة الوش بتاعه بدأت تربط. طبعا انا هسيبه هيقعد حوالي، لان احنا في الشتاء زي ما انا قلت لكم من 5 ل6 ايام. لما تكون في الصيف بقى ما بيقعدش حوالي 3 4 ايام بس. فانا هنا زي ما قلت لكم انا زودت 2 كيلو في الحله التالتة ديت، زودت 2 كيلو كمان بس زودتهم تاني يوم يعني. دول عملوا وش اهو. الحله التالتة او ال2 كيلو الاخاره لسه هنحس ان هما لسه زي اللبن الحليب، مش عاملين وش يعني. فهنعمل ايه بقى؟ طبعا انا هسيبهم يربطوا اهو. ده لبن كده لبن حليب لسه ما ربطش وما عملش حاجه. انا برضو دفيت الحله ديت وحطيت. لازم شرط اساسي ان انت تدفي الحله، تسخني الحله بس مش ما تخليش النار ولا عليه. هسيبه بقى، هغطيهم ال3 وهدخلهم في فرن البوتاجاز. طبعا انا فرن البوتاجاز مش مستعملاه ومش هحط فيه حاجه، فهرصهم كده في فرن البوتاجاز احفظهم. هنا كده يا حبايبي. بعد ما فات حوالي 5 ايام انا لقيته بصراحة عمل وش وعمل طبقة. فحبيت كده اهو اوريهولكم. طبعا الاول بناخد وش القشطة من عليه. الطبقين الاولانيين دول اللي معمولين، بس انا هنا باكل اللبن الرايب بدوقه، يعني لقيت طعمه حلو جدا. ودي القشطة، انا حشت القشطة من على الطبقين
بلمها كده في طبق. القشطه دي بقى ممكن تعمليها سمنه بلدي، او تعمليها يعني هجمع كميه يعني، علشان لما اعملها معاكم زبده ونعملها سمنه بلدي تبقى الكميه مستاهله. ده طبعا زي ما احنا شايفين اللي هو اتعمل بعدهم بيوم، يعني ما ربطش قوي، لسه في ميه. بس انا طبعا انا هنا قاعده باكل يا جماعه، باكل اللبن الرايب، كان طعمه خطير جدا ومفيد، وباكل قشطه ما شاء الله، يعني مش مخليه حاجه لما اكلتها. اهو عمل حوالي ده اكتر من نص كيلو قشطه يا جماعه، حوالي نص كيلو من كيلو الا ربع تقريبا يعني، انا ما وزنتش، لكن انا هديكوا الموازين كده تقريبيا يعني. ده حوالي من نص كيلو لكيلو الا ربع قشطه. خلاص، دول كده في كل طبق او كل حله، في الطبقين كده 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو. انا عشان اعملهم بقى، انا طبعا ما عنديش حصيره، واحنا يعني مش بنعمل الجبنه دي على طول. فانا هجيب شاشه او شال ابيض، او زي ما انا جبت. انا بقول لك لو انت ما عندكيش زيي، انا ما انا هنا هستعمل اي فلينه بيض. انا هنا حطيت ايه بقى؟ حطيت شويه ميه دافيين، هنعد هنا 1 2 3 4 5، بقول لك هنا عدي على ايدك 5 دقايق يعني 5 مرات كده، وبعدين هتكشفي عليه وتستعمليه. طيب يا ام رحيم، انت حطيتي ميه سخنه ليه؟ انا حطيت ميه سخنه علشان اللبن، او اللبن الرايب لو لسه فيه حاجه سوائل تمسك في بعضها. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه. اللبن الرايب لما بتحط عليه شويه ميه سخنين، ما تكونش سخن قوي، لان لو حطيت ميه سخنه قوي هتجلد منك، الجبنه هتبقى مجلده. فانت بتخليها ميه فتره خالص، ميه دافيه كده، بتدفي شويه ميه، بتحط حوالي في كل طبق حوالي نص كوبايه ميه، علشان الجبنه تلم وتمسك في بعضها. انا هنا جبت الطبق اهو، وجبت دي الشبكه بتاعتي، هحطها عشان تبقى عازل، عشان الميه لما تنزل. زي ما انا قلت لكم، بتحط بقى لو عندك اشرب ابيض، شال ابيض، اي حاجه يعني قطن، علشان انت لما تفضي فيها تنزل، بتنزل الميه منها. اهي شوف الميه ديت، الجبنه لمت برضو، او اللبن الرايب مسك، عمل معانا كتل اهو. دي فايده شويه الميه السخنين. الشبكه زي ما انا قلت، حطيت الشبكه علشان ترفع الشال شويه، او ترفع الفلينه دي. فلينه طبعا فلينه بيضه، لان زي ما قلت لكم الجبنه الفلاحي دي او الجبنه القريش، الجماعه اللي هم يعني اللي بيعملوا الجبن والحاجات دي، الجماعه الفلاحين بيبقى عندهم حصيره. فانا ما عنديش حصيره، فمش معقوله يعني عشان هعمل جبنه اروح اجيب حصيره ب50 60 جنيه ملهاش لازمه يعني، لان انا عارفه ان انا مش هستعملها بعد كده. انا بس حبيت اجرب التجربه دي معاكم، وحبيت اوريكم لاي واحده ممكن حابه تعمل الحاجات ديت او الجبنه والحاجات دي في بيتها، فانا بوريكم الطريقه بتاعتها ازاي. طبعا دي الفلينه انت بقصتها من فوق وفرشتها كده مربع، طبعا مغسوله ونضيفه. ده هنا اللي بينزل منها بقى، ده الشرش بتاع الجبنه، او الشرش بتاع اللبن الرايب. اللبن الميه فصلت عن الجبنه هنا اهو، بتحطيها كده، بتعمليها زي زي بقجه كده او سره. لميت اللبن الرايب كله وحطيته فيها، وبعصر بقى، انا بضغط عليها كده عشان تنزل الميه منها، عشان تجمد في بعضها. هرجع افرد تاني اهو، وهلمها وهحط الطبق التاني. مش هقعد بقى كل شويه اعمل في طبق يعني، هي اصلا مجرد ما بتحطيها وبتعصريها بتخس، لان هي بتنزل ميه معانا. هي حتى الكميه بتاعتها قلت خالص اهي. هنزل بالطبق التاني كمان، انا هنا برضو حطيت شويه ميه دافيين، وهعملهم لوحدهم في الشاشه دي بقى. لو انت زي ما انا قلت عايزه تعمليها جبنه معمل، بدل ما بتسيبيها اللبن يروب لوحده، انت بتحطي لكل كيلو زي ما انا قلت معلقه صغيره اجزه. الاجزه دي بتيجي من اي عطار، من عند اي عطار بتشتريها وبتخليها عندك لما تكوني انت عايزه تعمليها جبنه معمل. ماشي يا حبايبي، انما دي جبنه قريش، جبنه قريش فلاحي. ف اهو انا اول مره اعملها يا جماعه، وبعدين انا سالت واحده حبيبتي وجارتي يعني، ام رضا حبيبتي ربنا يخليها لي، جارتي وصاحبتي، هي اللي قالت لي على الطريقه بتاعتها برضو. لان هي يعني بتعمل الحاجات ديت، فانا حبيت اخد منها خبره يعني. فقلت ايه، اما اجرب يعني انا خدت منها الطريقه، وقلت اجربها معاكم، لو ظبطت معايا وبقت حلوه هنزلها لكم. بس بسم الله ما شاء الله، ظبطت ممتازه فوق الممتازه كمان. الجبنه طعمها جميل جدا. مش هتفرق بقى يا جماعه سواء في الحصيره جايه لان الحصيره بتخليها
طويلة كده، وبتعرفي تقطعيها مربعات او بتقطعيها كتل او خرط زي ما بيقولوا. انما هنا انا حطاها كلها في السرة ديت. هنقطعها برضو، هوريكم طريقة تقطيعها برضو. احنا الفكرة مش ان هي في شكلها في التقطيع هيبقى ازاي، الفكرة ان هي النتيجة هتبقى ازاي. هنا الشبكة اهي عالية ومرفوعة، رافعة السرة بعيدة عن المية، عاملة فيه فرق، عاملة فيه فاصل. طبعا عشان المية تنزل براحتها هنا لازم تتكبس بقى في المرحلة ديت. انا هنا اهو بعد ما عصرتها شوية هفتح عليها واحط شوية ملح. لازم الخطوة دي، بس الملح ما بيبقاش كتير. طبعا هي الجبنة القريش بتبقى جبنة ملحها خفيف، فبحط الكمية دي كلها ال4 كيلو حوالي نص معلقة ملح واقلبهم في بعض. بعد كده بقى بعد ما بتخلص خالص تاني يوم وبتقطعيها، لو انت حابة تزودي الملح زوديه. انا هنا هدوقها اهو، فكانت مظبوطة كده، الحدق بتاعها مظبوط. فهعمل ايه بقى، انا بقلبها في بعضها وهرجع الف السرة تاني. بصراحة اللبن كان طعمه خطير يعني، انا زودت لها شوية تانيين صغيرين خالص اهو. اللبن كان طعمه جميل جدا يا جماعة، وريحته كانت حلوة لان لبن طازة. وزي ما انا قلت لكم كان لبن بخيره، وخدت منه الوش بتاعه قشطة. القشطة ديت هجمعها بقى في الفريزر عشان اعمل كمية تانية كمان زيها. وبعدين ابقى اعملها معاكم سمنة بلدي. خلاص اهي، هربط بقى السرة دي كده، هلفها واربطها لان انا هسيبها للصبح. فعشان اسيبها للصبح لازم هضغط عليها بحاجة عشان المية ديت تنزل وتصفى خالص اهو. انت بقى لو ما عندكيش، مش عايزة تبوظي فلينة، عندك قشار ابيض شيفون حتى، عندك شال ابيض، انا بديكوا فكرة، وكل واحدة وامكانياتها يا جماعة. خلاص. طبعا السنة يعني انا حبيت ابدأ معاكم بالفيديو ده لانه فيديو يعني عن اللبن والخير، وعشان سنة جديدة يعني تبقى سنة سعيدة علينا وفيديو حلو، او مش يعني مفيش احسن من اللبن نبدأ بيه السنة الجديدة، تبقى سنة خير علينا كلنا يا رب. اهو ده بقى الشرش ده، في ناس ممكن تعمل منه، لو انت مثلا تعملي منه قرص بتعجني بالقرص. وفي ناس ممكن الجبنة ديت لو هي جبنة انت حطيت لها الاجزا وعملتيها جبنة معمل، الشرش ده بتعملي ايه بقى، بتزودي بيه تاني، يعني بنزود بيه الجبنة تاني عشان بترقدي الجبنة فيها. انا اهو حطيت برضو، جبت الطبق وقلبت فيه طبق. طب انا قلبت فيه طبق ليه؟ للي ما عندوش شبكة يا جماعة، يعني لو في حد ما عندوش شبكة زي الشبكة ديت، ممكن تحط طبق كده مرفوع وترفع عليه علشان المية تنزل وتصفى. انا هنا اهو بوريلكم، حطيت ال2 كيلو في سرة لوحدهم، وبعد ما عصرتهم بتحط في الطبق كده، بتقلبي فيه طبق تاني زي الطبق السلستين على وشه كده، علشان المية لما تنزل من السرة او تنزل من السرة اللي انت عاملاها ما يعني ايه، يبقى في فاصل. فرفعتها بالطبق كده شوية. ده بقى تاني يوم الصبح الجبنة نشفت معانا وحجرت اهي، وحتى من الشبكة عملت سيور، ودي المية اللي نزلت منها. طبعا انا كنت كبساها، لازم تكبسيها، حط عليها اي حاجة، هتحط عليها حاجة تقيلة، المهم حاجة تقيلة هتغطي عليها بغطا، وحط فوق الغطا حاجة تقيلة. دي الشرش او المية اللي نزلت منها من بالليل، فضلت طول الليل لحد تاني يوم، قعدت يوم ونص، يوم ونص. فانا هنا هفتح عليها اهو. طبعا السره الصغيره ديت عشان ما اكذبش عليكم، احنا كنا فتحنا منها وخدنا منها يعني خدنا منها فطار وفطرنا خلاص. فانا ما رضيتش افتح الكبيره دي، قلت لازم افتحها معاكم. الجبنه اهي جميله ومتماسكه جدا يا جماعه، ومش مهم زي ما انا قلت لكم، مش مهم القطعه، يعني مش مهم شكل التقطيعه. انا هنا هقلبها اهو وهقطعها، هي جبنه حته واحده ماسكه حته واحده، وهقطعها مكعبات او مربعات. وهوريكم لو انت بقى عايزه تعملي جبنه مش، هي دي الجبنه اللي هتحطها في المش، بس لازم اهو
هقلبها على الناحية التانية اللي هي عاطية سيور، وهقطعها. جبنة جميلة ومتماسكة ومش ناشفة ومش مجلدة. الجبنة بتفري معايا اهو زي الجبنة القريش ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ لو انت عايزة زي ما انا قلتلك، لو انت عايزة تحطيها في المش هتغلفيها، تاخدي قطعة قطعة كده تغلفيها بالملح وهتبيتيها يومين 3 شرط عشان تتماسك معاك، لان الملح هو اللي هينشفها وهو اللي هيخليها متماسكة وجامدة وماسكة بعضها. لو انت عايزاها للاستعمال السريع يعني، او انت مش هتخليها للمش، هتقعد عندك مثلا كام يوم، هتخليها زي ما هي كده، بس هنرش عليها شوية ملح. الملح بيحفظها. انا هنا الوقت هرش عليها شوية ملح، وخدت من السرة التانية لان السرة التانية ما كنتش فتحتها. وريتكم الكبيرة، انما الصغيرة دي احنا كنا زي ما قلت لكم خدنا منها الفطار. ده كده انا بوريكم الجبنة هي بهرسها. طبعا ممكن تعمليها جبنة بقوطة زي ما انا هعملها كده، تنفع فطار العشاء. ادي الجبنه بتاعتنا للناس اللي عامله دايت برضو يا جماعه، لان هي ملحها خفيف جدا ومغذيه في نفس الوقت. للاولاد بقى رايحين المدرسه، لاي حاجه يعني، هي الجبنه مش وحشه. خلاص انا هنا عملت طبق جبنه وحطيت عليه قوطه. هنا زي ما انا قلت لك، لو انت عايزه هتعملي بالمش، انا بوريكي اهو. بتمسكي قطعه قطعه تغلفيها بالملح، بتكتر عليها ملح لان الملح بيخليها ناشفه ومتماسكه وخليها تمسك في بعضها. شوية تانيين انا رشيت عليهم الجبنة التانية، رشيت عليها ملح اهو خفيف، لان احنا هناكلها دي على طول، لانها مش الجبنة دي مش بتقعدش كتير يا جماعة. خلاص الكام قطعة دول انا هعينهم، انا حاطه عليهم كلهم مغلفاهم بالملح، لان برضو هعمل مرة تانية وهعمل معاكم المش. فان شاء الله هنعمل مش مع بعض.